تعالوا نجيب ولادنا ونقعدهم ونقول لهم ان دوت على ايامنا كان اسمه كركديه او عناب، ونقعد بقى نحكي لهم بالمره عن فوائد الكركديه من هنا للسنه الجايه. حتى لو قلت ان هو مضادات اكسده ومفيد جدا لامراض الزهايمر والمفاصل والعظام وبيحمي من امراض القلب، وعايز اقول لك صيدليه متحركه بتخش جسم الانسان. وتخيلي بعد ما تقولي كل دوت مش هتاخدي منهم غير تريقه ولا يمكن يدوقوه. تعالوا بشويه تريكس بسيطه كده نعمل لهم مشاريب مودرن، وكمان هنجبرهم ياكلوا زهره الكركديه اللي احنا شخصيا كنا بنرميها. هنحضر مع بعض ب10 جنيه كركديه، وهنعمل مع بعض الموهيتو والعناب والبوبا، وهنعمل الصودا ايس كريم. يلا بينا نسمي بسم الله، وكل الخامات والماتيريال موجوده عندك في درج التلاجة. مبدئيا هنحضر مع بعض ب10 جنيه كركديه. الكيس اللي قدامكم دوت ب10 جنيه. هنجيب الزهره يكون لونها فاتح عشان ناخد منها اللون والطعم والفايده. بعد ما بنغسلها مره واتنين بنحطها على النار وتغلي كويس جدا لغايه ما تطلع كل اللون والطعم جوه الميه. وبعد ما الكركديه بيغلي معاكي كويس قوي، بيبقى معاكي باللون دوت وبالمنظر ده، بتصفيه وبتركنيه على جنب. ونعمل مع بعض اول خطوه اللي هي السيرب كركديه. عباره عن ايه؟ كوبايه سكر زيها بالظبط بتكون كوبايه عصير كركديه من اللي احنا عملناه، وبنسيبه على النار لغايه ما يقصر معاكي او يأثر على النار ويكون معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده. اركنيه على جنب في بوله او في جار، وليه استخدامات كتير قوي. حطي كمان زهره الكركديه خليها تشرب من الطعم. وبعد كده نعمل مع بعض مشروب البوبا. معلقتين من الجيلاتين النباتي، وبحط كيس جيلي بطعم الفراوله وشويه ميه وثلاث اربع كبشات من عصير الكركديه اللي احنا عملناه، وبقلبه كويس جدا لغايه ما كل المكونات دي تدوب معايا. وبجهز بقى العلبه اللي هي بتاعت التلج بتاعت الفريزر، او لو مش متوفره عندك ممكن نستخدم العلب البلاستيك وهوريك ازاي. وبعد ما بنخلص كل الكميه اللي معانا ديت بحطها في الفريزر عندي وتجمد شويه، تلت ساعة أو نص ساعة بالكتير. وبعد كده بتخرجيها بتقطعيها قطع صغيرة أو مكعبات. ومش عايز أقولك بقى على الفايدة والطعم والجمال. حطي المكعبات ديت في الكوبايات او في الكاسات، وتعالوا نعمل شويه حركات زي اللي بتتعمل في المطاعم عشان خاطر برضو كاننا طالبين الاوردر ده من بره. معلقه سكر ومعلقه كركديه قلبيهم، وبعد كده غطاسي الكاس في السيرب وبعد كده في السكر، بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتجيبي لي مكعبات التلج وحطي فيهم جنزبيل فريش وسلايزات من الليمون وورق نعناع طازه، وكده الحر والصيف ملهمش مكان ما بينا. تعالوا نعمل مع بعض البوبا او المشروب اللي انا شخصيا بحبه اللي هو الموهيتو. بنحط مع بعض كده الجيلاتينه اللي احنا عملناها وسيرب الكركديه، وبعد كده بننزل باي نوع صودا عندنا. ممكن نحط سيفن، ممكن نحط سبرايت، ممكن نحط صودا عاديه. ودلع الولاد، وابو الولاد اهم حاجه يرجع من الشغل تعبان وشقيان في الحر ده يشرب المشروب دوت. قول له شفت الشيف الحديدي قال لنا اعمله دوت في البيت، امن وانضف واحسن واوفر بكتير من بره. وعودونا وعلمونا كده في المطاعم ان احنا نزوق او نجرنش الاطباق او الكوبايات بتاعتنا بنفس الايتم اللي احنا شغالين فيه. عشان كده هزوق الكوبايات بنفس زهرة الكركديه متغلفة بطبقة كراميل وسيرب من الكركديه. تاكلوا منها واحدة واثنين وثلاثة مش هتشبعوا منها، وفي نفس الوقت يبقى خدنا الفايدة كلها. واخيرا حابب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي موجودين معانا على الصفحة بتاعتنا، عيلتي الكبيرة، ربنا ما يحرمني منكم بفضل الله وبفضلكم. وصلنا ال400 وحاجة الف، عايزين نوصل للمليون. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكتبوا لي كمان كومنتات كتير عشان خاطر ده بيدعمني جدا. يا رب دايما اكون قد الثقة وبقدم لكم وصفات بتعملوها احسن واشطر مني بكتير. ولو حابه تحطي اضافات زي الايس كريم يبقى ايس كريم صودا، حط الاضافات اللي انت عايزاها. كفايه ان الطعم الحلو طالع من بين صوابع ايديكي. واللي بيحب الشيف الحديدي يكتب في الكومنتات قلب الكركديه، لان احنا خدنا العصاره بتاعته شربناها للاولاد، والاهم من كل دوت اكلناهم زهره الكركديه، وده الاهم. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والاهم من كل اللي فات اسيبكم في حفظ الله. سلام عليكم.